هكلم حضرتك النهارده على حاجة مهمة جدا تخص الاستثمار العقاري بخصوص أشكال وأنواع التايبس اللي موجودة في العقارات بشكل عام، لأن النهارده لو حضرتك داخل انفستمنت ومش عارف قوة تايب عن تايب أو إيه اللي يفرق التايب ده عن التايب ده بخصوص الاستثمار، ده هيبقى عائق قدام حضرتك إن حضرتك ممكن تكسب أكتر أو كان ممكن يخش جيبك فلوس أكتر. وهقسمها لحضرتك سواء للجزء ريزيدنشال أو الجزء الكوميرشال. وأول شكل في الريزيدنشال وهو الشقق، يجي بعد كده الفيلات، ده بالنسبه للريزيدنشال، كل ده لسه بنتكلم في ريزيدنشال. يجي بعد كده الشقق الفندقيه. طيب الريزيدنشال السكني ممكن يكون اربع حاجات، ممكن يكون شقه سكنيه، ممكن يكون فيلات، ممكن يكون ريزيدنشال ده تايب اوف فيلاز، ممكن يكون شاليه كوستال، شاليه في الساحل او في السخنه، ممكن يكون شقه فندقيه. اول حاجه الشقق، احنا عندنا انواع الشقق بشكل عام، هي بتكون جراوند فلور شقه ارضي، تيبيكال فلور يعني شقة في الدور المتكرر. بعد كده بنلاقي حاجة اسمها دوبلكس وبنت هاوس. الدوبلكس هو الدورين، سواء الدورين دول كانوا أرضي أو تيبيكال، ودورين فوق اللي هو بيبقى دور بروف يعني ده اسمه بنت هاوس. وفي برضو تايب دارك شويه اللي هو روف ابارتمنت، اللي هو بيبقى الغرفه اللي موجوده على الروف بالمساحه الخارجيه. تاني حاجه وهو الشاليه، بيبقى فيه شاليه جراوند فلور، وبيبقى فيه شاليه تيبيكال، وبيبقى فيه الروف ابارتمنت او البنت هاوس. التايب اوف فيلاز اما كواترو، بيبقوا يعتبر فيلتين في ظهر فيلتين، مربع كده متقسم اربع فيلات، بيبقى الفيلا اسمها كواترو. تاني تايب تاون هاوس. التاون هاوس هم اربع او ست او ثمان فيلات جنب بعض، يبقى طبعا في منهم اتنين كورنر والباقي كله بيبقى اسمه ميدل. بعد كده توين هاوس. توين هاوس يعني فيلتين اتاتشد ببعض، كل فيلا منهم الجاردن بتبقى ال شيب. بعد كده بيبقى الستاند الون. الستاند الون بتبقى فيلا مستقله على ارض لوحدها. رابع شكل وهي الغرفه الفندقيه. الغرفه الفندقيه ديت ممكن نلاقيها في فندق او في ادوار فندقيه في مبنى ماكسد يوز. بيبقى طبعا الغرف الفندقيه بيبقى في حاجه اسمها براندد وسيرفيسد، ده بالنسبه للغرف الفندقيه. طيب ده كده احنا خلصنا ريزيدنشال. طبعا انا مش ببقى ميال قوي للاستثمار السكني، ولكن لو حضرتك بتشتري حاجه النهارده عشان تبقى دبل ايدج ويبن، سلاح ذو حدين يعني، امسك بند الاستثمار وبند السكن وخلاص انا متجه للاستثمار السكني، فخليني اقول لحضرتك ايه احسن حاجه تمشي على الشكلين. يعني ببقى ميال طبعا للجراوند فلور، لان هو بيبقى بنسبه كبيره شقتين او ثلاثه للمبنى كله، وببقى ميال اكتر للغرفتين، يعني لو في غرفتين عن ثلاثه هختار الغرفتين. يجي بعديهم برضو البنت هاوس، يبقى انا ببقى ميال اكتر الغرفتين والبنت هاوس، ولو في استوديوز. دي اقوى حاجات في الاستثمار السكني. بالنسبه للفيلات هبقى ميال للتوين هاوس او التاون الكورنر، يعني دي حاجات بتديني نفس الادج بتاع التوين ولكن بفلوس اقل. ممكن يكون الارض اصغر شويه ولكن برضو انا واخد نفس البرايفسي، ولو في فيو او لو اللوكيشن بتاع التاون الكورنر ده كويس، لا هاخده وانا مبسوط وواخد نفس مميزات التوين هاوس. بالنسبه للشاليهات طبعا ميال اكتر للحاجه الاقرب للبحر، ولكن لو هتكلم على نوع التايب نفسه فطبعا الجراوند فلور او الروف ابارتمنت هم احسن اتنين بالنسبه لي يعني. اما بالنسبه للهوسبيتاليتي الشقق الفندقيه، انا مش هيفرق معايا خالص خالص الشقه الفندقيه فين، هبقى ميال للاستوديوز اكتر، ولكن هيفرق معايا مين شركه الاداره وايه سابقه الاعمال بتاعتهم. دي مهمه جدا لو انا اختار انفستمنت في مجال الشقق الفندقيه. يعني مش هيهمني اي حاجه، مش هيهمني المكان فين، مكان اليونت فين، مش هيهمني كل الكلام ده، هيهمني مين شركه الاداره.